سلام عليكم ومساء الفل على احلى ناس في الدنيا. انا اسف الفيديو ده من اول كده طويل. اول فيديو هعمله فعلا طويل. اللي متعود على صفحتي عارف ان انا فيديوهاتي كلها بتبقى يعني ايه، قصيرة وبتوصل الرسالة في اسرع وقت ممكن. بس الفيديو ده انا لازم اخليكم تسمعوه، لان انا عن نفسي مش هتكلم، انا هسمعه زيكم. رسالة جات لي من حد من متابعينا اسمه استاذ محمد. رسالة فعلا ممكن تنور حياة ناس كتير. اسمعوها بقلبكم قبل ما تسمعوها بودانكم وعقلكم. تعالوا اسمعوا الفيديو. بص حضرتك، أنا كان من المعتبرين إنهم مسؤولين الحياة. الحمد لله رب العالمين، ربنا كان كرمني وكرمه لسه موجود. الحمد لله رب العالمين. كرم فيه. كان وضعي الحمد لله المادي كويس. كنت عايش في القاهرة الجديدة. معايا عربيتي، الدنيا الحمد لله كانت مظبوطة لغاية وقت الثورة لما الدنيا اتشقلب حالها. زي ناس كتير. للأسف حصل كيرف كده جامد شويتين تلاتة. عزلت من القاهرة الجديدة، رحت شقة حماية في فيصل. الحمد لله على كل شيء. طبعا في أوقات الشدة الواحد بيتجه لربنا قوي يعني. كنت شغال في شركة. الشركة دي يعني مرتبها كان حاجة بسيطة جدا، كنت بعتمد على شغلي الخاص. طبعا مع الظروف دي رجعت للشركة اللي أنا شغال فيها. كنت أخد أجازة بدون مرتب، قطعت الأجازة وقعدت بقى في الشركة. كان بتقبضني 500-600 جنيه، فطبعا ما كانوش بيكفوا أي حاجة. الله يبارك لها بقى زوجتي لقيتها في يوم من الأيام بتقول لي إن إحنا عايزين نطلع صدقة. ربنا يبارك فيها. طبعا ضحكت جدا وقلت لها إحنا الناس بيتصدقوا علينا، فازاي هنطلع صدقة؟ فقالت لي اي مبلغ بسيط كده من مرتبك طلع بيه صدقة وربنا يكرم. قلت لها ان شاء الله. وفكرت في الموضوع يعني كده اللي هو يعني الصدقة يعني احنا ما ينفعش. المهم ففكرت في حديثين للرسول عليه الصلاة والسلام وكنتش لاقي لهم حل. الحديث الأول بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الصدقة آتي بيمينك فيما معناه وشمالك ما تعرفش. كنت مستغربها ازاي يعني تيجي ازاي. الحاجة التانية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو خير الصدقات في البيع والشراء. اللهم صل على سيدنا برضو ازاي يعني ازاي اتصدق في البيع؟ طيب البيع سهل لكن في الشراء ازاي؟ المهم في يوم يعني جمعة نازل بفكر في الموضوع ده بجدية أوي، وأنا في حاجات كده ليا في الدين يعني بقعد أفكر فيها بتعمق شويتين. فنازل يوم الجمعة عمال أفكر ازاي تيجي يعني ازاي. المهم روحت الجامع، خطبة الجمعة عن فوائد الصدقات. فقلت دي علامة، ربنا بعت لي علامة، يبقى كده لازم فعلا نشوف موضوع الصدقة. وانا راجع من الصلاة لقيت الستات اللي فرشين في الشوارع اللي بيبيعوا فجل وجرجير وشبت وبقدونس وليمون وكده. فوقفت قدامها وانا عمال افكر في الحديثين تيجي ازاي. المهم ربنا هداني، رحت واخد ليمونة. شوفوا الدماغ. انا اجهل حق الليمونة الواحدة كام ما اعرفش. وديت للست طبعا اللي في الاسم يعني او اللي في النصيب، اللي هو يعني اعتقد ان هو اعلى من سعر الليمونة بكتير يعني. او يعني لو كانت الليمونة مثلا يعني بربع جنيه او بنص جنيه، ده على الايام اللي انا بحكي لحضرتك عليها يعني. ما اعرفش بقى كان يعني دي كانت لان كان الليمون ساعتها بيتباع بالكيلو كمان. فانا جاهل الوزن وجاهل حاجات كتير يعني، المعطيات كلها مش عندي. فقلت كده خدت ليمونة وديتها اللي في القسمة وانا ماشي. قلت كده انا معايا ليمونة المفروض ان انا ادفع حقها اللي انا جاهله والباقي صدقة. فكده لا اليمين عارفة انا طلعت صدقة كام ولا الشمال عارفة ولا انا نفسي عارف انا طلعت صدقة والله كام. واعي. وفي نفس الوقت ده في البيع والشراء، ان اللي حصل دوت بيع وشراء هيعود على اللي بعديه، ان الست هتبقى متساهلة معاه شوية، ان هتكون نفسيا احسن فتقدر تنزل في السعر. يعني كذا حاجة في بعض.
فقلت ان ده الحل الامثل للبيع والشراء، وان الصدقة المخفية. استمريت على كده حوالي اسبوعين 3. مبلغ طبعا مش كبير يعني، يعني 20 ربنا جنيه ولا زي ما اديها يتقبل. لك. بس كانت بقت عادة عندي ان انا كل ما انا نازل صلاة الجمعة وانا راجع اخد من عندها لو قرن فلفل، لو واحدة فلفل يعني، واديها اللي في الاسم وامشي. لكن مش بدي صدقة يعني كده، يعني اخد حاجة كده. شوف ربنا الحكمة. سترها معايا في الشهر دوت، وبقت الدنيا مظبوطة نوعا ما. لقيت واحدة قدامها بتبيع حاجات برضو خفيفة، دبابيس وزراير وكده، فبقيت أقسم جزء هنا وجزء هنا، وزودت شوية. في خلال شهر لقيت واحد صاحبي بيتصل بيا بيقول لي اسمعوا بقى دي. تعالى السعودية. وكان يعني صاحبي دوت بقاله كتير جدا ما اتصلش بيا والعلاقة يعني شبه مقطوعة. ده السعودية تيجي يا الله ابني، الله قال اللي لي بعته. في شغل ليك في السعودية تيجي. قلت له والله أجرب. فرحت فعلا، جيت السعودية. قعدت الأول 3 شهور، سددت جزء كبير من ديوني، لأن أنا كنت مديون. سبحان ملك الديان. وابتدت معايا بقى رحلة الصداقات. في نقطتين. اولا الراجل اللي انا بتصدق عليه ده صاحب فضل عليا. الراجل اللي انا بتصدق عليه هو صاحب فضل، لان الراجل ده هياخد فلسفة. مني ورقة قيمتها مهما كان، هيوصلها لي لغاية الآخرة في قبري أو يوم الحشر، وهيسلمها لي محولة إلى حسنات، يا رب. زائد إن هو شال من عليا سيئات. فكان ليا شيخ بيقول لي لو حد سألك، أو زي ما سيدنا عمر قال لو سألك فارس على فرس اديله، ده ربنا بعته لك عشان خاطر يشيل من عن ليك سيئات، فما تقولوش لأ. انت مالكش دعوة، انت خليك في نفسك، انت مش محقق. او انا بقول لنفسي يعني انا مش محقق، انا عليا ان انا اديله، وانا ضامن ومتاكد وعندي ثقه ويقين بالله ان هو هيوصلها لي غصب عنه، غصب عنه في الاخره حسنات لو ربنا تقبلها. حسن اليقين. فاخدت عهد على نفسي اول ما جيت السعوديه ان انا الريال ما بتعاملش بيه. بنزل اشتري مثلا يعني كيس عيش تمنه ريال، بدي للراجل 5 ريال، بيرجع لي 4 ريال فكة. دول بيتحطوا في جيب عندي للصدقات، احطها في جيب الصدقات واطلع الصدقات. مهما كانت الحياة ضيقة، مهما كانت ضيقة هو يعني الواسع. معرفش انا مثلا يعني كيلو الرز بكام؟ انا معرفش دلوقتي الاسعار في مصر فعلا ب 25. ما لو بقى ب 30 هتشتريه يعدي. اجباري. طب اعتبره من دلوقتي ان هو ب 30، اعتبره ال5 جنيه دي طلعها لنفسك. دي واحد. 2، اللي هو مين اعز حد عندك في الدنيا؟ نفسي. نفسي ثم نفسي. يعني نفسي، يعني اللي هو مفيش اعز منها. طب بتدي مصروف لعيالك؟ اعمل مصروف لنفسك اولى. الواحد يعمل مصروف لنفسه اولى، يبعته لنفسه للاخره. لازم اعمل مصروف لنفسك شهري، حق معلوم للسائل والمحروم. اعمل مصروف لنفسك 20 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه، لا تستهون ان هو رقم ضعيف. اعمل مصروف لنفسك وبعته لنفسك في الاخرة، حوشه ومع ربنا هتلاقيه، كن متأكد من ده. سبحان دي الواسع. وجهة نظري والله اعلم. حبيت احكي القصة، يمكن حد تسلم وجهة نظرك. يستفيد، يمكن حد ياخد بيها، وربنا ييسر لنا امورنا ويهدي الحال يا رب. يا رب يا رب يصل الحال لينا جميعا يا رب. انا حبيت اوصل لكم الرساله زي ما وصلها لي، قلت هو بنفسه يوصلها لكم افضل من ان انا احكيها. والله انا عايز اقول لكم ان هي جت لقينا عن نفسي في وقتها، ومن ساعه ما سمعتها بقالها يومين معايا. اي فكه معايا اي حاجه بتعامل بنفس الفلسفه بتاعته. شوفوا الدنيا جميله مع الله ازاي. شفتوا التجاره مع رب العالمين وهو الواسع عمل معاه ايه؟ قال لك صاحبي
اللي كان تقريبا نهوا العلاقة ببعض، سخرهوله ويجيب له شغل ويدور عليه ويتصل بيه عشان يقلب حياته بعد ما كانت ضنك. ربنا يوسع عليا وعليكم ويتقبل منا الطاعات والصدقات وبس. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.